أهلا بكم. قصة ضيوف هذه الحلقة هي مأساة حقيقية. عائلة عاشت أقسى أنواع الألم والمعاناة. أم فقدت 3 من أبنائها، وأخ صغير تحول بلحظة من الطفل آخر العنقود المدلل للابن الوحيد المسؤول عن والدته وأخته. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. بعام 1982 صارت مشاكل بين أخوة وميض اللي كانوا طلاب جامعيين بوقتها مع أزلام البعث. هاي المشاكل حسب اعتقاد وميض أدت لاعتقال العائلة وفصل الأخوة ل3 كريم وصفاء وضياء عن باقي أهلهم. كل شيء مسوي نستقبل الكلية وتوي بدي يجوا علينا حتى في يومين يجوا علينا ساعات بالواحدة بالليل جبنا كل المسدسات وبيدهم شرطة وشرطة وعمل يلا 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 تجي سوي حتى إني أتت في وسط الحمام كان بقول الحمام أطلع بالأسد يتصل بالله أصلاً عادي بالبنية وقينا يلا نشوف تبغى أقول الكهرباء كلها موت نبعد في شمال يصفر من المعاد. كنت صغير وايد ما أتذكر يعني حسب معلوماتي. طبعا صار تؤمر لنا النظام السابق لأنه إحنا كرات أو إنسانية يعني دعوة يعني أخوتي ويا حزب الدعوة لأنه كان ما يشاركون ويا الحزب وما أرادوا منهم. وأنا كنت عندي 3 أخوة. شبي كان دكتور بالجامعة، الثاني أمنا بالجامعة، فيمكن صاير شيء يعني بين بقرة أمن ويا أخوتي، فصار محادثة بيناتهم لأنه لازم نشارك بالحزب ولازم نساعدنا بالمعلومات. فيمكن أخوتي همنا ما استقبلوا هيك شيء، قالوا لا إحنا ما علينا ما ندخل بالهيك شيء، وإحنا مو أهل السياسة، إحنا طلاب جامعة ندرس. هو كان دكتور، فأنا يعني هو الدكتور هو بالجامعة يعني قال أنا ما علي بالسياسة ما أدخل وأنا طالب جامعة. فيمكن ورثته هم همنا يعني خلوه علامة إكس عنه. صار هاي التسفيرات وإيراني شغلة وتهمة ومذكرات فيلية صفروهم إلى إيران اجوا علينا هسه ما أدري خبروا اجوا علينا. صار تسفيرات بالليل سنة 82 اجوا علينا بالليل بدون إبلاغ بدون أي شيء. الساعة 12 بالليل اجوا علينا، احنا بنصنا كانوا نايمين واجوا علينا اخذوا 3 أخوتي سيارة واحدة وأني وأمي وأختي، عندي أخت واحدة، فإحنا همنا عزلوني يعني
ذولاك للسجن، يعني هم للسجن، احنا من السجن مال نسوان، هم ماخذوهم للسجن. بعدين بقينا بالسجن، احنا سجن حسب ما ادري يعني سجن تسفيرات يسموها ذاك الزمن. فبقينا بالسجن ثلاث شهور بالسجن. بعدين ورا 3 شهور سفرونا الى ايران، واخوتي همنا بعد ما يعني ما عندنا اي خبر منه. احنا ندري بالسجن بس ما ندري وين، شلون، وين يا مكان يا سجن، بعد ما عرفت اي. طلعت بليل وش طلعه، قالوا ما الك رجعه، وبضت تنزل الدمعه لان ما ضل دمع بيا. طلعت بليل وش طلعه، قالوا ما الك رجعه، وبضت تنزل الدمعه لان ما ضل دمع بيا. سلبة وكل شي في كل شي، وخلوا دمعتي برمشي. سلبة وكل شي في كل شي، وخلوا دمعتي برمشي. قالوا يلا روح امشي، اصولك مو عراقية. واذا عندي ذنب ذنبي، واذا عندي ذنب ذنبي، اهلك راد فيليا، اهلك راد فيليا. تم أخذ أم كريم مع أطفالها الاثنين وميض وأختها للحجز ومديرية الأمن. هناك كانت العوائل الفيلية المحتجزة كثيرة جدا، والظروف كانت صعبة جدا، لدرجة أنه وميض الطفل صاحب ال6 سنوات ما قدر ينسى ذيك الأيام. رحنا الأكاديمية، أمن الأكاديمية بدي الساعة، قالوا الولد وايد كان ولد بالأمن. قالوا شفنا بالشباب، قالوا أخذوها بغداد، يعني شارع فلسطين. أنا ولد كان هناك شافوهم. بعد ما شفت أنا يعني 3 شهور بالسجن. بقيت أنا من الدنيا ومريضة، حتى وميت شاطرين يعني ما أخذوها، شاب صغير لا 5 سنين. بعد خلانا بالسجن ممنوع بوين بعيد. كان الناس هواية بيها بطانية طانة وهاي طانة بالقاع نايمين، يعني 3 شهور 10 أيام. بعدين قالوا التسويدات أصلاً جاوب كحلم شلون أقول لك، يعني كنت صغيرة يعني وما عندي شيء، بس أدري السجن كان مكان وسخ وكومة، يعني أكراد فعلية متروسة بها، يعني غرفة أحسب بها و30-40 نفر هيجي يعني قاعد، ونسوان وأطفال، يعني مو كلهم كبار السن، وجهال صغير، وأنا كنت 6 سنوات، لا ماي لا يعني لا أكل لا شيء. وهيجي يعني بقينا 3 شهور بقينا هناك. ورا 3 شهور اجوا علينا قالوا تروحون لإيران، تروحون وترجعون، يعني ما قالوا يعني تروحون بعد بلا رجعون. إيه رحنا واجينا مشي، طبعا مو بالسيارة، اجونا يعني بالسيارة ودونا للحدود، بالحدود خلونا مشي ذاك إيران ومشي. ودونا هواية مكان، يعني ودونا الأكاديمية، ودونا فد بيت مال دول السفريين، بيت قصر كان، خلونا بالسداد، خلونا فد 10 أيام. بعدين ودونا غير مكان، هم خلونا بعدين ودونا تسفيرات. تسفيرات شفنا عالم وهاي، وبقينا بالتسفيرات. طبعا سافرونا أنا والبنية وأمير، بعد ما شفت الولد مات.
رحلة التهجير خطواتها ما زالت محفورة بعقول كل الكرد الفيليين اللي تعرضوا للتهجير القسري. وميض ووالدته أم كريم ما نسوا هاي الرحلة، يومين من أصعب أيام حياتهم عاشوها بين الجبال والأودية. ما زالوا يتذكرون المواقف والأحداث الصعبة اللي شافوها وعاشوها أثناء المسير إلى حدود الجمهورية الإسلامية. أنا وأمي وأختي مشي وكومة ناس، مو وحدنا، كومة ناس نسوان وبدون زلم يعني، ومشي. يمكن احنا أنا أذكر يوم مشينا احنا وكل جبال، مو يعني فد شيء مسطح، لا كل جبال وناس ويا جهال وذني. مشينا ورا يومه احنا وصلنا الى يعني حسب ما ادري وصلنا قوات ايرانيه عسكريه. على اي حدود انتم؟ على حدود كرماشان. لا قصدي من اي منطقه من العراق؟ ودوكم من خانقين لو منين؟ من خانقين على حدود كرماشان. بعد شفنا الايراني وطبينا جوه، ويعني هاي اليوم احنا مشي، مو بس مشي، كله بالخوف. جماعة مسلحة موجود يعني احنا اللي ادري وكله يعني. واني وامي واختي، وامي مريضة بالطريق يعني على كيف تمشي، واختي هم تخاف على نفسها لانه بنية تخاف. وهاي جماعة مسلحة كان يجي اخبار بانه يجون عليكم بالجبال وياخذون النسوان ياخذون البنات. وامي قالت خلي البنيه خلي تركض تروح يعني لا تبقى اني على كيفي واني وياها. شوي ويا الناس مشينا اللي وصلنا لايران على حدود كرماشان. وصلنا قوات ايرانيه موجوده واستقبلونا ذاك الوقت. طبينا جوه، طبينا مخيمات، بقينا هناك بعد. هاي ماتوا جهال وشيء. واحد اسمه جبار مات انه خلوهم راحوا افريقيا يعني ناس وياه ما قدروا يشيلوهم خلوهم راحوا. جاء واحد جاب حامد جابت خلوه ولد وبنيه جابت خلوه اخذ البنيه والولد خلوه راحت مثل ما قدر الشيء كان بالليل يعني شوية اجوا الايرانيين علينا هذول كان بالشط ما عبرونا بالشط. مشينا جابوا سيارة دفعوني. أنا بعد ما أدري خلوني من المستشفى خلوني مغلبات مريض والبنية ويا الجماعة راحوا مشوا. بقيت أنا أخذوني بالسيارة ودوني شو اسمه شو يسموه نسيته الأردقة؟ عزنة سام. بقينا هناك يعني ثلاث شهور بقينا هناك. واحد خير اجى سوى كفالة هاي يومين لا ماي لا اكل هيجي كل واحد. اذا عنده طفل له يمشيه ويجي ولا جنطة واحدة. اللي عنده غراض يذبه بس يريد يمشي يوصل نفسه مكان يعني ما يفكر على شيء. اللي يريد يمشي ويريد يوصل نفسه بس. هيجي كان الوضعية. مالمان لبغداد زندگی فری شیرینی داشتیم. دالگم، باوگم، براگم، فری جوانی، بالا برزی، شیرینی. من فری دوستی داشتم. یه روز دان لدر مالمان چند نفری هاتن بردنه. دالگم چوری، باوگم چوری، شو تا شوکی روش تا ایواره. اما مردم براگم دی ناتو، باوگم پیر بی
دالغم و تپه خدا کریمه. اما انتظار هم باوگم هم دالغم پیر کرد. باوگم لدیوری براغم فریه گریس. دالغم و تپه خدا کریمه. القضية هي مسألة وقت فقط ويعودون للعراق. هذا هو الاعتقاد اللي كان سائد بين العوائل المهجرة للجمهورية الإسلامية، لكن بعد مرور السنين اتضح لهم أنه هذا الاعتقاد كان مجرد أمل زائف لا أكثر. يعني احنا ذاك الوقت كان شوية نفكر على وين مصيرنا، شنو وين نريد نروح. احنا ما نعرف ايران، لا نعرف لغتهم، لا نعرف اي شيء ما نعرف عن ايران. حسب اني القرآن كنت طفل، بس امي واختي ما نعرف اي شيء عن مصير. احنا كان نمشي حتى نوصل نفسنا فد مكان، بس نبقى فد مكان، يعني كان ندور. وهي تمرضت ومريضة وتفكر على أولاد شلون صار بيهم، وين صار بيهم، شنو احنا شوية يعني أملنا شنو هاي الحرب يخلص واحنا بساعة نرجع. يعني احنا تفكرنا، يعني أمي أختي كلنا يعني العالم كانوا يفكرون احنا صار حرب 6 شهور سنة يخلص واحنا نرجع. ما فكرنا احنا نروح مكان نبقى واولادي يقولون هيجي ومفقودين وما ندري اي اخبار ما عندنا. ما فكرنا يعني احنا اجينا وايد نفكر عن الاولاد، لانه احنا عبالنا نرجع. هم قالوا لنا يعني الامن العام يعني جون قال انتم تروحون 6 شهور حرب يخلص وترجعون. هو المشكله على مدى الحرب يعني صاير، ما قالوا لنا عيش تروحون وترجعون. فهيجي يعني احنا بالنا هيجي. لما اجينا شفنا لا يعني ناس ويانا مو واحده مو اثنين، يعني كومه الاف الناس يجون هاي الطريق. فبقينا هنا صار سنه سنتين شو ما صار شيء، اي خبر. وبقى الحرب هيجي وهيجي مصيرنا بقى، ولا خبر من اولاد ولا شيء من العراق، اي خبر ما كان من الاخر. بقينا يمكن في سنتين بقينا، فاجا خبر من العراق عن خارج العراق، يعني قرايب وصلنا خبر بانهم موجودين هم اولادنا بالسجن ابو غريب. هم قلنا هم زين هسه بالسجن هم، لما نرجع هم يطلعون، لانه ما عندنا شيء احنا لا بالسياسه لا بالحزب البعث لا ما عندنا شيء. نرجع لما ما عندنا شيء يطلعوهم. فاجانا خبر هم بالسجن من ابو غريب. اجانا ورا مده اجانا صور من داخل السجن لانه موجودين بالسجن، يعني مو واحد مو وايد ناس حسب معلوماتي، يعني كانوا يقولون 2000 3000 شاب هناك بالابو غريب موجودين. فقلنا احنا كالناس يعني كلهم هيجي، احنا مصيرنا مثل الناس شلون هم احنا هيجي. فعندنا امل بانه نرجع. يوم باكر امي هيجي لا ما يبقى هيجي، هم موجودين واحنا نرجع. هاي حتى 8 سنوات هيجي نفكر. هاي الحرب احنا من باكر قبل نرجع. ووضعنا هنا يعني ما عندنا مصير، لا عندنا هوية لا عندنا مدارك لا عندنا زلم، ما عندنا أكبر من عندنا. يعني يقولوا شي تسوي لا تسوي هيجي. بقينا هيجي ينطونا هوية. بقينا أنا كنت صغير ما أفكر وايد، طبيت بالمدرسة مدرسة إيرانية، فبقى هيجي بعد. وأمي همنا مريضة هاي السنوات. أنا أقول لك من زمن أنا أجينا لإيران لحد هاي الوقت هي مريضة، مو يعني فكر يعني مريضة شيء يعني بسيط، لا مريضة قوية يعني باقية هيجي لحد الله.
وصل أي خبر لعائلة وميض عن أخوته الثلاثة. مصيرهم كان مجهول إلى وقت سقوط الصنم. بعدها انكشفت كثير من الأسرار المظلمة، ووصلت الأخبار المحزنة للعوائل المغيبين الشهداء، ومن ضمنهم عائلة وميض داود. والله احنا بالبداية كان حرب أمريكا، يعني سمعنا به، كان أخبار موجودة بإيران، أخبار يعني تلفزيون كل دقيقة ينطي خبر، يعني كان عندنا معلومات. صار الحرب وندري به يعني صدام بعد يسقط، كان عندنا أمل بأنه قلنا هذا يسقط بعد يبين بعد مصير أولادنا. وصار السقوط، سمعنا الأخبار من التلفزيون وقنوات الفضائية، سمعنا الأخبار. والله فرحنا، يعني وايد فرحنا. قلنا يعني صدام يعني خلص، يعني كان أملنا هذا الشخص يعني يروح حتى العراق يتبدل، لأنه إحنا كان يعني نفكر هاي الشخص إذا ماكو العراق يتبدل، يصير أحسن، عيشة مريحة، أولادنا يرجع، كل شيء يعني أوضاع العراق يستقر. يعني كان عندنا أمل هيجي. لما راح يعني شفنا التمثال نزل، قلنا خلص بعد العراق يصير أمان وإن شاء الله مريح، ويبين بعد مصير أولادنا وهيجي. لكن مع الأسف مصير أولادنا ما بين علينا، وورا فترة همنا سمعنا استشهاد ومات. بعدين عالم دعاية ما أدري يعني موجودين وما أدري شنو، بعدين قالوا بعد لا تجون علينا جماعة رايحين عليه، يجي سرعنا احنا إيران احنا بإيران. قالوا شو اسمه جماعة قالوا رايحين السجن، ما أدري وين أبو وين ما أدري. تقول شفناهم قالوا بعد لا تجون علينا، بعد لا تجون فشي احنا بعد نروح بعد ما نرجع. اي تقول هيك قالوا بعد ما صاروا صدام، صاروا قضاء. احنا ورا الحرب تأملنا يعني يرجعون، فقلنا يرجعون، الحرب يخلص، وقت شو بقى هيك، بقى هيك لا خبر لا شيء، هيك بقينا حتى 2003 زمن سقوط النظام. ورا سقوط النظام احنا ما رجعنا يعني نفس السنة، لأنه كان بداية شو يسموه، خفنا وقلنا خليه يستقر الأوضاع لما نرجع. اجانا أخبار بأنه لا سجن أكو، لا أولاد أكو، أي شيء، أي خبر ماكو منه، ما عندهم أخبار منهم. احنا عبالنا موجودين بالسجن، يعني هاي فكرنا بعد أمي. فقالوا اجا قوائم شهداء بالسجن، طلعوا اسامي، طلعوا يطلع قوائم من سجن كاظمية ما ادري من وين، اجا قوائم السجن اللي ذولا مستشهدين، ماكو اي خبر. راجعنا ورا السنة 2004 رجعنا للعراق، رحنا دورنا عليهم، هاي السجن ذاك السجن، هاي السجن ذاك، دورنا عليهم ماكو. بقى هيجي حالة يمكن سنة هيجي بقى. اجانا خبر من مؤسسة الشهداء ذاك الوقت بأنه أساميهم موجودين بالشهداء. قالوا سوى العزاء لقيتي جثثهم خالة؟ لا وين؟ ما شو ما ادري وين، بس هيجي احنا قالوا ايه ماكو سجناء، ماكو بعد ماكو سجناء. صدام ما سوى. لما سمعنا هاي الخبر طبعا قلنا هاي الخبر كذب. يعني امي تقول يعني ذاك الوقت كانت تقول هاي كذب، يعني ماكو هيك شيء، لانه هم ما مسوي شيء حتى يعدمهم او يستشهدون. على يا سبب، يعني سبب ايرانيه يرجعهم لايران. احنا كان بالبدايه كان عندنا امل ورا الحرب، هاي هم اقول النكته، ورا الحرب يعني صدام ويا النظام الايراني ما عاد اسير، ذولا يعني بدل الاسراء الايرانيين يرجعون. هاي كان عندنا امل هاي شيء. يعني
ذاك من ما صار. فأمي كانت تقول لا هاي كذب، يعني ما مسوي شيء، يعني ليش يعدمهم؟ لا سم جريمة لا شيء، يعني صحيح هو نظام يعني مبين، يعني نسوي جرائم وايد، بس احنا يعني ما يظل بالنا يعني هيك شغله يعني بدون سبب بدون دليل كايرانيين. لو حزب الدعوه وما عندهم شيء، لا سند لا مدرك بانهم بالحزب الدعوه. ف تهمه كانت تهمه ايرانيين انتم، يلا احنا اذا ايراني رجعوا من ايران، ليش يعني باقين؟ فاجانا خبر، احنا يعني ما صورنا يعني هذا صدق. اجانا خبر من قرايبنا من العراق، قالوا يا ماكو خبر منهم، ذولا مستشهدين جاي اسامي وهيجي وهيجي. سمعنا بالخبر يعني، ويعني امي من صارت انجس، هي كانت مريضه وصارت انجس، يعني كان عمل يعني 30 سنه عنده عمل، ذولا يرجعون اصلا ماكو شيء يعني فكرنا ذولا ما يرجعون فد يوم. حتى اني يمنا ما فكر هيجي، فكر بانه ذولا يرجعون، يعني ما مسوين شيء، يعني الله سبحانه وتعالى وياهم ان شاء الله ماكو شيء. فاجانا خبر هيجي طبعا، ومو بس احنا، يعني الجماعه كلهم بايران سمعوا هيجي خبر. بعد يعني تدري وضعي لما الواحد يسمع ورا 30 سنه خبر استشهاد يعني اولاده، يعني شو التوقع يعني مره لا سمح الله يعني شيء غريب عجيب تسوي بها يعني هيك. فسووا مجلس عزاء، وجماعه همينا كلهم اللي كانوا هنا سووا مجلس عزاء. فوقينا بعد هيك. من دم المسفوك ظلما والسنين، من صدى آهات أمي والحنين، صرختي يا موطني يا موطني، ذا دم الفيل يهدي كالوتين، رغم طاغ رغم جزار ونار، يشرق الإصباح له من بعد حين. حزن أم كريم على أبنائها الثلاثة يزيد كل يوم. ألم فقدانهم أثر جدا على صحتها، والغصة اللي بداخلها كانت واضحة بكل حرف تحكي عنهم. واحد منهم قميص أبيض لابس وبنطلون جبار، ايش يسوي؟ منو؟ قميص منو؟ هاي ما تشوف هاي نايمة. منو وجاك؟ كريم ما شفتها، بس شفتها لابس قميص واقف على راسي فوق العراس. أنا وايد أروح العراق وأرجع أدور عليهم، لأنه إحنا خلال 2010 2011 كان أروح أجي أدور عليهم، راجعت شهداء، راجعت مؤسسة حقوق الإنسان، كم مرة راجعت أدور عليهم أشوف خبر شيء وينهم مكانهم شيء. سمعت أكو مقابر جماعية دورنا عليهم، راجعنا النجف الكربلاء، ما شفنا أي خبر. حتى فترة خابروني من العراق قالوا تعالوا شايفين مقابر جماعية. فرحت العراق حتى قالوا نريد دم، يعني حتى يسووا إذا شافوا مقابر، إذا شافوا يعني شيء حتى بالتحليل بأنه يبين أن أخوهم طبعا. فراجعت وايد مراجعة كان ما شفنا أي خبر منه لحد الآن. والله هذا كريم صف مدينة الطب، صف شو اسمه شعبي يطلع دكتور صار يعني صف الخامس اليوم بالسادس.
هاي كريم. صفاء مال كلية العلوم. هسه ما أقدر هم حلقي زيادة. حجة طريق؟ لا بدون. ذاك كان الصف الأول. وضياء السادس علمي. هاي ما عندهم يعني مو كبار صغار. مو سياسيين وما كل شيء. أخوي الكبير كان 24 سنة يعني 23 سنة 23 سنة كان طالب جامعة طب بغداد. وأخوي الأخ 18 سنة طالب 19 سنة طالب أمن جامعة كلية علوم بغداد. وأخوي الصغير 16 17 سنة عمره طالب ثانوية. اسمائهم شنو اسمائهم؟ أخوي الكبير كريم، أخوي الصغير صفاء، وأخوي الصغير ضياء داود سلمان. شنو دربهم؟ شنو اللي سووا؟ هم ما عندهم أي شيء، لا يعني ما مسوي شيء، هم طلاب يروحون الجامعة يروحون المدرسة ويرجعون. ما حتى أبويا همنا هو معلم كان مدرس، ما عنده أي شيء، لا بالسياسة يدخل لا بالدين يدخل، هو شخص طبيعي يعني عادي كمثلا كل العالم يعني أكثرية العالم. ما عنده أي شيء، لا بالمركز الشرطة لا عنده بالأمن العام عنده شيء دعوة، ما عنده أي شيء. هم هنا من نوعين يعني يروحون ويجون ما عليهم الأحد. فبس أنا أقول لك يعني هم أرادوا آخر سنة يعني قبل التسفيرات أرادوا أخويا الكبير قبل يعني أنا اللي سمعت منهم أرادوا منه إنه يريدون مساعدة منه. شنو مساعدة منهم؟ مساعدة أخبارية منهم، كانوا يريدون منه، كانوا يقولون أنت الكبير مال يعني ككردي تقدر تساعدنا بالمعلومات أخبارية منو إيراني منو حزب الدعوة منو يعني يريدون منه أخبار. اجوا عليه كم مرة والدي همنا قالوا يا بني إذا تريدون يعني تعيش يعني هيك بالصراحة بالأخير مرة بالصراحة إذا تريدون عيشة مرتاحة شيء ما نريد شيء منكم، بس كل فترة جيب خبر من الأكراد من اللي بالحزب. أنت بالجامعة تدري عندك اتصالات بالجامعة منو عنده اتصالات بالحزب أو كردي أو شمالي أو أي شيء أو إيراني اللي هاي التهم اللي ذاك الوقت كانت موجودة. أي أنت تقدر تساعدنا. أخويا همنا يمكن مرض يعني قال أنا طالب جامعة أنا راسي بالدراسة ما عليه شيء أنا ما عندي شيء. قالوا لا لازم لو ويانا لو ويا ذولاك يعني الجماعة إذا تريد مرتاح لازم تساعدنا بالمعلومات. هو همنا مرض لأنه كم مرة يجوا عليه، أخير مرة همنا يجوا عليه كان بالبيت هو همنا صار مشاجرة بيناتهم ويا مركز الأمن المنطقة اللي بالحرية بغداد. صار مشاجرة بيناتهم ما أدري على أي أساس. قالوا إذا ما تساعدنا هيك كلام صريح إذا ما تساعدنا تشوف مصيرك بعد. ورا يمكن شهرين ثلاثة صار مسألة التسفيرات يجوا على ناس. فأول وجبة اجوا علينا بعد لأنه كان اسمنا موجود بعد بالمكان الأمن العامة ذولا يعني مو ويانا اجوا علينا بعد. فأخذونا بعد. أنا أدري بيها هاي القضية صار حجة بأنه يجون علينا لأنه إحنا كان عندنا جناسي عندنا شهادة جنسية عراقيين مو إيراني، حتى جنسية إيرانية ما عندنا لا أني لا أبويا يعني ما عندي أي شيء مستمسك إيراني. فإجوا علينا بأنه أنتم إيرانيين لأنه ما تساعدون. القصة كذي أنا ما أصير دكتور، لما صدام موجود أنا ما أصير دكتور بس شو يصير بس ما أصير دكتور.
ويقابلوني بالدكتور. لا ماما الدكتور شنو؟ أنا ما أصير دكتور، أنا صدق موجود ما اسمه. إي والله. صعوبة السفر للعراق خلت كثير من الكرد الفيليين المتواجدين بالجمهورية الإسلامية يفقدون حقوقهم، لكن يعتقد وميض أنه على المهجرين وذوي المغيبين إيجاد حل لهذه المشكلة والتوجه للدوائر الرسمية في بغداد وباقي المحافظات العراقية للمطالبة بمستحقاتهم. قبل التسفير كان عندنا بيت ملوك باسم أبويا هم أنا، فنعم استلمنا البيت ورا 4-5 سنوات، يعني كوالدتي سوت معاملة، فانطوها بدل نقدي يعني بدل البيت، لأنه البيت كان بيها ناس قاعدين، فما انطونا البيت، بدلها انطونا مبلغ نقدي. ووراها ورا فترة يمكن 2010 لو 2011 من مؤسسة شهداء هم خابرونا على حقوق، فراجعنا سوينا معاملة سنة سنتين، سوينا معاملة فانطونا حقوق كشهيد، يعني انطونا حقوق من مؤسسة الشهداء. ذول الاثنين غيره لا اموال مقبول لا من غير، لا ماكو شيء. طيب تشوف الكرد الفيليين بعدهم مظلومين بالدولة العراقية كحقوق بشكل عام؟ نعم وايا الناس يعني هنا دا اسمع بهم، عندهم شهداء، عندهم مفقودين، لا مستلمين يعني حقوق، لا حتى عندهم جناسي ما يقدرون يجون يطلبون، لانه ما عندهم اي مدارك، اي يعني مدارك ما عندهم وما يقدرون يجون العراق. وايد سمعت يعني هذا الشغله. انا حتى راجع اقول لهم ليش يعني ما تروحوا العراق، لان العراق ما يدري بكم، لازم انتم تراجعون، وهم ايش ما ادري انتم وينكم، فيجون يعني يقولون ما عندنا مدارك، يعني من شهداء ما عندهم، هم ما عندهم جناسي عراقيه، حتى ما عندهم جناسي ايرانيه هم ما عندهم، يعني واقعين من ايران ومن العراق ما عندهم شيء. فذولا موجودين صحيح، لانهم موجودين، لا حقوق عندهم لا شيء. راجعنا والله شو اسمه، ما عندنا ما كان عندنا لا شاهد بيت مال البنيه، اشتريت من وقت الرخيص اشتريت قاعد يقعدوا بها. اي انتو اثنين اجار بعدين شالوا، انا قاعده هناك. اي هناك بيت بعناها بنيه مع عراقي 100,000 مليون يعني. شرينا بيت هنا بدولة آباد، بيت صغير كان وايد صغير، بعدين جينا أجرنا هنا بعناها ويشا، شرينا مكان هنا 70 مليون. طلع أجار البنية قالت لنا أحسن قعدوا صغير، قعدوا هنا أحسن. أن تفقد ابن أو أخ هالشي صعب أن يتحمل الإنسان، وما بالك أن تفقد أم 3 أبناء ويفقد أخ 3 أشقاء. هذا الألم هو غيض من فيض آلام الكرد الفيليين. والله السؤال صعب والله، لأنه كنت صغير وايد يعني حتى التصوير مو بالي يعني، بس وايد يعني لما جينا لإيران لما ما كانوا موجودين وايد أثر علينا، يعني الشغلة هم مو موجودين وجينا بلد غريب وقعنا بيه، لا عندنا راتب، لا عندنا شيء، لا رزق، لا منع، حتى يعني لأنه قرايب كان عندنا، بس قرايب لما نجي لإيران كل واحد كان عنده مشكلة، كل واحد كان واقع وضعيته، يعني يفكر على نفسه، ما يفكر على منو اجى من عراق، منو ما اجى، يعني ما يفكر. حتى يعني انا بيت عمي كانوا موجودين يعني، بس كان يفكر على نفسه، لانه كل الناس هيك مو بس هم، كل الناس كان يفكر على نفسه. احنا لما اجينا كيف ما عندنا يعني رجال ويانا وبلد غريب ما نعرف عنه،
وايد أثر علي يعني بالبداية يعني حالة مأساوية عشنا هنا. طيب اذا كانوا قدامك قبرهم قدامك ايش راح تحكي وياهم مباشرة؟ يعني انت مشتاق لهم احكي لنا عنهم يعني ايش راح تحكي ويا اخوتك؟ طبعا وايد مشتاق يعني مع الأسف إذا كانوا موجودين يعني أنا مقيم بعد بدون أخ لأن أنا وحدي كنت أنا فيعني لا أب موجود ولا يعني أب يعني أبويا مات يعني قبل سنة قبل التسفيرات أملنا أخوتي يعني إجينا أخوتي هم مو موجود وايد أثر يعني لما سمعت أخبار استشهادهم وايد أثر علي يعني لأنه كان عندنا أمل يرجعوا ما يبقى هيك شيء واقعي يعني وايد يعني ما يجي بالكلام ما يجي هاي